صباح الخير. عاوزة أتكلم معاكم النهاردة على الموقف اللي حصل للطالبة اللي في بني سويف، اللي كان معاها فطارها عبارة عن الفول ورغيفين العيش، ومر للأسف وكيل الوزارة وحسسنا كلنا إن البنت عملت جرم شنيع، وحرز الأكل وأذاها نفسيا، ويكاد يكون كده طبعا عايرها بفقرها، وان ازاي هي تيجي المدرسة مدرسة حكومية والبنت زيها زي ناس كتير بتفطر الصبح وعايزة تكمل بعد كده دروسها. الموقف يعني هو أذى الناس كلها وبيفتقد للإنسانية. أنا دلوقتي مش بتكلم في الموقف وإن المسؤول ده المفروض إن هو يتحاسب، وهو للأسف غير تربوي بالمرة، وإنه هو اتكلم بطريقة فظة مع طالبة غلبانة حتى يعني ما عندوش الأبوة. يعني كون إن أنت بتشتغل في التربية والتعليم، كلنا اللي بيشتغلوا في التربية والتعليم بيبقى فعلا بتبقى الأم أم جوه المدرسة وبره المدرسة في بيتها، وبيبقى الأب أب جوه المدرسة وبيربي وبره وجوه بيته. فكون ان هو يتصرف بالطريقه دي، حتى اللي هو مقومات ان هو يكون اب وانسان مش موجوده. فانا مش هتكلم في الموقف ده لان الناس كلها اتاذت منه، والناس كلها يعني نفره من التصرف اللي هو عمله، واحنا كلنا بنطالب ان هو يتحاسب. انا بكلم البنت الجميله الحلوه. يا حبيبتي، الموقف ده لا يهزك ولا الموقف ده يزعلك، بالعكس يا حبيبتي، انت كنت جايبه فطارك اللي تقريبا كلنا بنفطره، سواء كنا جوه مصر ولا بره مصر، احنا كلنا بنفطر الفطار ده، وفي حد بيستغنى عن الفول؟ كلنا بنحب الفول. فانت كنت جايبه فطارك يا حبيبتي علشان انت تفطري، بس الناس قريتك غلط، بس الناس دماغها كده. احنا يعني خلي الناس تفكر زي ما هي عاوزه، واللي حصل ده لا ينتقص منك ولا ينتقص من المصروف اللي انت بتاخديه ولا ينتقص من اهلك ولا ينتقص من اي حاجه منك، بالعكس انت بنوته شاطره وكنتي رايحه المدرسه، يعني طالبه مجتهده منتظمه في مواعيدها، منتظمه في دروسها، متحمله المسؤوليه. بصراحه انا ارفع لك القبعه يا حبيبه قلبي. انت كون انك انت جايبه فطارك عشان تفطري عشان تطلعي بعد كده تروحي دروسك، ده قمه المسؤوليه اللي طالباه منك. انا بوجه الفيديو ده ليكي، اتمنى ان هو يوصلك، اتمنى، هي القناه لسه صغيره، اتمنى ان هو يوصلك. انا عاوزاكي تروحي مدرستك وترفعي راسك وتفطري فطارك وتعيشي حياتك. المرحله اللي انت فيها دي اجمل سنين عمرك، الوقت اللي انت فيه دلوقتي هو اجمل ذكرياتك، وهتقعدي دلوقتي وتقعدي تفتكري الحاجات دي وتضحكي عليها. والموقف اللي حصل ده انت بعدين لما هتكبري انت هتضحكي عليه، انت هتضحكي على الموقف ده لانه لا ينتقص منك، بل بالعكس انت ظهرتي قدام الناس كلها البنت المسؤولة اللي هتبقى ام وهتبقى بعد كده الله اعلم دكتورة، مهندسة، محامية، الله اعلم انت هتكوني ايه، منتظرك شأن اكبر من كده. انا عاوزاكي تعيشي حياتك طبيعي تماما، ما يأثرش على نفسيتك خالص الموقف ده. هو طبيعي هتزعلي لان الموقف يزعل. انا مستغربه، انا بفطر وجايبه فطاري وحطاه في الديسك، انت ليه طلعته من الديسك بتاعي؟ يعني انا مش مثلا حطاه وقاعده بغمز الطعميه ولا الفول وحضرتك جيت شفتني كده اثناء الحصه وهي شغاله. فالموقف يزعل بس ما يأثرش على نفسيتي. حبيبتي، إذا كان الموقف زعلك مرة، فالموقف زعل الطرف التاني كتير عشرات المرات، لأنه واجه مجتمع حقيقي، مجتمع إنسان، المجتمع رفض التصرف اللي هو عمله. التصرف اللي هو عمله ده يفتقد تماما للإنسانية، وكلنا بنطالب إن هو يتحاسب. فإذا أنت كنت زعلتي مرة، هو زعل وأنا متأكدة عشرات المرات. روحي مدرستك، انبسطي بحياتك، عيشي حياتك، عيشي المرحلة بتاعتك، عيشي مرحلتك بكل اللي فيها، خلي يومك يمشي طبيعي، انبسطي وافرحي بالفطار اللي انت بتفطريه، واطلعي كملي مسيرتك، واشوفك على خير يا حبيبتي. وان شاء الله باذن الله يا روح قلبي تكبري ويبقى ليكي حاجة يعني شأن كبير كده في المجتمع، وتقعدي وتضحكي على الموقف اللي حصل ده. واي حد مر بموقف بالشكل ده، دي مواقف بتعدي علينا، مش كل حياتنا فيها المواقف سعيدة،
في المواقف السعيدة وفي المواقف اللي بتحسسنا بالحزن، بس الموقف اللي انت فيه ده إذا كان هيحسس حد بالحزن يبقى أكيد مش انت. أشوفكم على خير المرة الجاية بإذن الله.